ده ألبرت أينشتاين، ودي المعادلة الشهيرة بتاعته. وعندي بقى كرافتات لجميع تخصصات كلية العلوم. يعني أولا مش بجيب كرافتات من مصر خالص مع الأسف، يعني أنا بقولها وأنا آسف يعني، بس أنا كنت بسافر أوروبا كتير جدا، فكل الكرافتات بشتريها من أماكن محددة. وكان بالمناسبة في قصة طريفة قوي حصلت لي في احد السناتر اللي بتبيع كرافتات بس، يعني 6 ادوار من الدور الارضي للدور السادس كله كرافتات بس. وكانت مديره المكان واحده ست، وهي كانت بتشوفني انا كل ما بنزل لازم اروح لها ولازم ادور ولازم ادور على حاجه تكون نازله جديد يعني. فانا داخل المحل فقالت لي الحمد لله على السلامه، اول مره مش عارف كان الست دي المحل ده في المانيا يعني. بتقول لي بص بقى انا بشوفك ذوقك حلو قوي في نقيه الكرافتات، انا عايزاك تنقي لي كرافته لزوجي جوزها بمناسبة عيد ميلاده. فأنا قلت لها هو جوزك بيشتغل إيه؟ فقالت لي أنا جوزي شغال في البنك اللي قدامنا ده، بنك زي البنك الأهلي كده في مصر. قلت لها تمام. فدخلت قعدت حوالي ما يقرب من 3 ساعات أدور، وبعدين عثرت في كرافتة فجبتها لها عليها اللي لقيتها ممكن تبقى مناسبة يعني. الكرافتة عليها جميع البورصات العالمية، يعني وول ستريت ومش عارف وايه وناكاي وكل البورصات العالمية موجودة على الكرافتة بشكل شيك قوي. والاسم السهم والكرافتة في كل بورصة اسم السهم وسعره قد ايه والكلام ده بتاع الشركات. فانا جبتهم لها، انا جبت 2، اديت لها واحدة وانا خدت واحدة وهي عندي لحد دلوقتي يعني. هي انبهرت ساعة ما شافتها، قالت انا مديرة المكان ده بقالي كام سنة ومش ممكن انت بتخش تجيب الحاجات دي منين؟ يعني انت بتغطس جوه بتطلع. قلت لها ان انا ببقى بدور على حاجات محددة، يعني انا مش اي حاجة. وعندي بقى كرافتات لجميع تخصصات كلية العلوم، يعني لقسم علم الحيوان تلاقي فيه كرافتة، لقسم النبات تلاقي فيه كرافتة، لقسم الرياضيات هتلاقيني كمبيوتر وداتا شو، لقسم الفيزياء بتاعي الاصلي بقى زي اللي انا لابسه ده ألبرت أينشتاين، ودي المعادلة الشهيرة بتاعته. وبصراحة يعني أنا دي ما اشتريتهاش، أنا دي أخدتها هدية، كان في الاحتفال بمئوية مرور 100 سنة على مولد ألبرت أينشتاين وفي جامعة فيينا، وأنا كنت حاضر وكنت من اللجنة المنظمة. وابتكروا قالوا نعمل الكرافتات دي ونوزعها على الناس اللي حاضرة. كان الناس كلها اللي جايين بدل الناس اللي حاصلين على نوبل وتوفوا، واللي خدوا نوبل وموجودين دعوهم. فاحنا كنا 60 واحد خدنا الكرافتات دي، وعشان كده هي مش موجودة في أي مكان في العالم، ما حدش هيلاقيها غير موجودة هنا معايا. قسم الكيمياء عشان ما يزعلوش مني، أنا عندي الجدول الدوري بتاعهم كامل، عليه العنصر بالعدد الذري بالوزن الذري بكل حاجة. يعني بقعد ألف في وسطهم أثناء الامتحانات عشان لو واحد محتاج حاجة كده يبص على الكرافتة وياخدها.